ايه ده؟ هو ابنك مشي؟ ده أنا كنت عندك المره اللي فاتت كان لسه بيتعلم، كان بيحبي لسه. ابنك دخل كليه طب وجاب مجموع ده كله؟ جوزك اترقى امتى؟ كل ده مرتب بياخده؟ كل ده لبس عندك؟ ايه ده الدهب ده كله؟ ايه ده انت اتجوزتي؟ بنتك اتخطبت؟ ايه ده انت حامل؟ ايه يا جماعه؟ ارحمونا، ارحموا الناس من عينيكم، الله اكبر. خلي بالكم، الرياكشنات دي والله بشوفها كتير وموجوده فعلا. انا مش بجيبها من الوهم ولا من الخيال، دي حقيقه وموجوده فعلا، وفي ناس رد فعلها بيكون كده. اتقوا الله في انفسكم، اتقوا الله في بعضكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. يعني بتموت الراجل، بتخليه يندفن، وبتموت الجمل وبيلحقوا قبل ما يموت، وبيعيا بيذبحوه وبيدخلوه في القدر، يعني بيطبخوه. ناس كتير ما تعرفش ثقافة الحسد والعين والحاجات ديت واللي بيحصل. الحسد مذكور في القرآن في سورة الكهف: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ممكن الواحد يحسد غيره، ممكن يحسد نفسه، ممكن يحسد أولاده ويحسد ماله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في حديث فيما معناه إن معظم هلاك أهل أمتي بعد القضاء والقدر من الحسد. يعني ده أجله جه خلاص بيموت. في ناس كتير بقى بتموت من الحسد، بتتحسد، صغيرين شباب أطفال بيموتوا من الحسد. طيب احنا ما نركزش مع بعض، ما نتدخلش في تفاصيل بعض. من حسن اسلام المرء، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ما يتدخلش في حياه حد، ما يتقصش على الناس ده اشتروا ايه وجابوا ايه وعيالهم بقوا في سنه كام واتجوزوا ولا اتخطبوا وخلفوا ملناش دعوه بالحاجات دي كلها، ما يتدخلش. واذا اضطريت ان انا شفت حاجه او حد حكى لي اقول ما شاء الله ولا قوه الا بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على ما يقتل احدكم اخاه إذا رأيتوا ما يعجبكم من أنفسكم أو أهلكم أو إخواتكم أو أموالكم، نقولوا اللهم فبركوا. يعني إيه بركوا؟ فلنبرك يعني إيه؟ نقول اللهم بارك، ندعي لهم بالبركة. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. وأصرف بصري، ما ركزش مع الناس. احنا ممكن نحسد ولادنا، نحسد نفسنا. اشوف حاجه في بيتي حلوه، اشوف حد من ولادي حلو، اشوف ما يعجبني في اي حاجه اقول ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اللهم بارك. العين بتقتل، العين بتمرض، العين بتقضي على مستقبل ناس كتير، العين بتدمر حياة ناس كتير. دايما نرقي نفسنا ونرقي ولادنا. المعوذتين والفتحة وآية الكرسي، وأنفخ فيهم كده وأمسح جسمي. أقول الأدعية والأذكار، أحصن نفسي بالأدعية والأذكار. في أدعية للصباح، في أدعية للمساء. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وهو السميع العليم. أذكار كتير مش وقتها، هنقولها إن شاء الله في مرة تانية. أحصن أولادي وارقيهم. أقول الأذكار: بسم الله توكلت على الله وأنا طالعة من بيتي، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم. أقول أذكار، أقول أدعية، أحصن نفسي الصبح وبالليل، أرقي أولادي الرقية الشرعية، معوذات والفاتحة وآية الكرسي. مركزش مع حد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. نكتم على نداري على النعمة كده هوت لغاية ما تتم. أي حاجة نعمة في حياتنا نداري عليها لغاية ما ربنا يكملها على خير إن شاء الله وتتم. لأن الحسد والنظرة بتبوظ حاجات كتير. واللي يشوف حاجة من حد يقول ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك. نتقي الله في أنفسنا ونتقي الله في بعضنا. والأذكار وذكر الله سبحانه وتعالى والتسمية. وأصرف بصري عن الناس وما ركزش معاهم. حد ربنا اداله مال ممكن يكون واخد منه الصحة، حد ربنا اداله أولاد صالحين ما نعرفش بعد كده هياخد منه إيه أو واخد منه إيه. ربنا مقسمها قسمة الحق وقسمة العدل. ما نبصش في رزق حد، ما نبصش في النعم اللي عند حد. الله أعلم ربنا واخد منه إيه ومديهاني أنا مش موجودة عنده. ما هو أكيد ربنا مش هيدي واحد كل النعم والتاني ما عندوش حاجة خالص. ربنا عدل، مقسمها بالعدل. نحمد ربنا على النعم اللي عندنا، والرضا بالمقسوم عبادة. ما نبصش في اللي في ايد غيرنا. وشوف اي حاجة ما شاء الله ولا قوة الا بالله، اللهم بارك. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك في القناة بتاعتي ومتابعة. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كل عام وانتم بخير، وعيد اضحى مبارك عليكم يا رب.